بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم عادل الجندي، خبير سياسات تسويقية وصاحب مركز الجندي للاستشارات والخطط التسويقية. أنا النهاردة هقدم نوع من النصيحة لعل وعسى يدركها المدركين. عايز تقود حياتك ولا تجعلها اللي هي تقودك، استعين بمفكر تسويقي في اتخاذ قراراتك. أنت مستهدف بطرق متعددة ومن جهات مختلفة لجعلك تتخذ قرارات تحت ضغوط، تأثيرات، إغراءات، ثم تكتشف أن هناك قرارات الأفضل وهناك كان تسرع في اتخاذ القرارات. هديك نموذج. الشركات كلها قائمة على الفرد، يعني شركات العقارات، شركات السيارات، شركات المنتجات، الملابس، كلها قايمة مستهدفة الفرد. فأنا بكلمك دي في مجال الشراء، فما بالك في المجالات الأخرى اللي أنت ممكن تتوجه اللي تاخد قرارات ثم تكتشف القرار ده كان مؤثر على حياتك، غيرت أسلوب حياتك، كان عندك مدخرات وبدأ يتم التأثير على قرارك فتوجه مدخراتك، تكتشف كل نتاج حياتك كلها أو تعبك اتخذ في قرار خطأ. وبالتالي كل ما تستعين بمفكر تسويقي محترف هيجعل حياتك أفضل، هيجعل اللي أنت بتقودها ولا تقودك. هناك ثقافة كانت قبل كده يقول لك يبقى لك طبيبك الخاص، محاميك الخاص. فأنا بقول لك بشكل عام من أهم ما تستعين به في هذا الزمن المتغير والتأثيرات المتعددة والضغوط على الإنسان بأشكال مختلفة تجعل قراره متسرع وفيه غموض لأنه بيتعرض لتأثيرات متعددة. أنا بقول لك المفكر تسويق، واستعين بمفكر وليس حد حافظ، حد عنده القدرة يقدر يشخص، يقدر يحلل، يشوف ما يناسبك، يشوف مقاوماتك، وليس هناك حلول مسبقة يجي يقول لك خد ده أو فلان خد الطريقة دي. لابد يكون عنده القدرة اللي يقدر يشوف ما يناسبك من خلال المعلومات وليس حلول مسبقة. أنا هنا مش بتكلم على أنا متخصص في هذا المجال، خبير تسويق وصاحب مركز الجندي للاستشارات وخطط تسويقية اللي بقدمها للأفراد وللشركات، ولكن أنا ليا قدرة معينة. أنا هدفي من الآخر لتبقى دي ثقافة جديدة، عقل جمعي، حتى لا يصبح الإنسان دمية لأي تأثيرات. وكلما إنسان أدرك أهمية الفكر التسويقي هيجعله منهج حياة. قبل ما تاخد أي قرار هيلجأ للمبدع والمحترف والمفكر التسويقي. شكرا وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة.